بص، خلينا أكون صريح معاك. انت مش فاضي، انت بس مش قادر تبدأ. كل مرة تفتح الكتاب تحسه انه تقيل، فتقوم تقفله تاني وتمسك الموبايل او تسرح في اي حاجة وتقول لنفسك بعد شوية، واليوم يخلص وانت لسه واقف في نفس المكان. المشكلة مش انك مش عارف تذاكر، المشكلة انك مستني تكون في المود، والمود ده عمره ما هيجي لوحده. اللي بينجح مش اللي مستني يكون متحمس، اللي بينجح هو اللي بيبدأ حتى لو مش عاوز. طيب تعمل ايه دلوقتي؟ ابدأ ب10 دقايق بس. افتح الكتاب، حدد اول حاجة لازم تذاكرها، اعمل مؤقت على 10 دقايق بس ذاكر بتركيز حقيقي. هتتفاجئ انك بعد ما تبدأ هتكمل من غير ما تحس. ابعد الموبايل. الموبايل مش هيساعدك، بالعكس هو اكبر سبب بيخليك تسوف. حطه بعيد، جرب تخليه في مكان تاني بعيد عنك، في أوضة تانية، تديه لأخوك، تديه لأختك، أي حد، بس المهم ما يكونش معاك وانت بتذاكر، أو على الأقل تقفله لحد ما تخلص كل حاجة عليك. اسأل نفسك، أنا بذاكر ليه؟ ما تخليش المذاكرة تكون مجرد واجب، خليها وسيلة توصلك لحاجة أكبر، نجاح، وظيفة بتحلم بيها، حياة أفضل. ركز على الهدف مش على التعب. ذاكر بذكاء مش بضغط. ما تحاولش تذاكر كل حاجة مرة واحدة، ركز على الأهم. استخدم الخرائط الذهنية، الملخصات، وذاكر بتركيز بدل ما تقعد بالساعات من غير فايدة. دلوقتي خليني أسألك سؤال واحد بس، هو انت مستعد تفضل في نفس الدايرة ولا تاخد خطوة دلوقتي؟ لو عاوز تنجح ما تفكرش كتير، افتح الكتاب وابدأ دلوقتي. لو عجبك الفيديو وشايف انه فادك، ما تنساش تشاركه مع اصحابك والناس اللي بتحبهم، وما تنساش الاعجاب والتعليق والاشتراك. كان معاكم عبد الرحمن شريف، اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.